بالذات لمّا أنا مثلًا أتكلّم معاها في حاجة تقول لي لأ. بس هو بقى قاعد زهقان في حاجة في واكلاه، قسما بالله بشيء الغسيل لسه على السرير قاعد بس خليش الحلقة الجديدة تمسك المايك. تنسّيك المايك أيوه. حلو أوي. هيقولوا لك دول فلوس اليوتيوب. فلوس اليوتيوب، فلوس اليوتيوب كام 100 فيو باين ولا 98 حاجة كده. فلوس اليوتيوب، فلوس اليوتيوب جابت فلوس ده. اليوتيوب. أيوه، أيوه. ما بلاش يا قال ابني فلوس اليوتيوب قال يا لك ابني فلوس هتتحسد. اليوتيوب، فلوس اليوتيوب ده احنا يا ما اسطى أنا صدّقني في واحد صاحبي قال لي فلوس اليوتيوب وهات بيها عربية. اسكت، اسكت. احنا عندنا اسكت. 12 سبسكرايبر وتعتبر اهالينا اصلا. تمام، تمام، تمام قوي. قال لك فلوس اليوتيوب. فلوس اليوتيوب جابت المايك. طيب طب إحنا قبل ما نبدأ، إحنا بس كنا حابين نقول لكم إن إحنا في بس آخدين كذا شكل المرّة دي. في شكلين، اللي هو الشكل القديم والّا الشكل الجديد اللي إحنا عملناه دوّة، مهم. تمام. عايزين نشوف برضك رأيكم في الموضوع دوّة إيه، أنهي أحسن فيهم، تمام. ولو في أي حد عنده أي comment أو أي حاجة سلبي أو إيجابي أو أي حاجة، ده إحنا محتاجين إن إحنا نسمعه، عشان إحنا أصلًا في الأول وفي الآخر إحنا بنتعلم الحاجة ديّة، مش متمكنين أوي، عشان إحنا مش بتوع السوشيال ميديا أوي يعني عامةً. بالظبط. وحاجة دي تانية النقطة. برضو الحلقة المرة دي تبقى أقصر من الحلقة اللي فاتت بكتير لسبب إمم. واحد. احنا لسه مش متشافين كتير أوي. هدفنا الأساسي إن احنا نعمل بودكاست ساعتين ونص ولا حاجة. بس احنا بنبدأ بحاجات صغيرة 40 دقيقة نص ساعة في الغالب. في الحلقات الجاية كلها هتبقى نص ساعة لغرض واحد بس بالضبط. إن احنا نفهم هل احنا ماشيين على الطريق الصح لحد ما نوصل للشكل اللي احنا عايزينه لحد ما الناس تقول لنا هل دي حاجة كويسة ولا لأ. بعد كده هنبتدي نخش في البودكاست اللي احنا أصلا بادئينه من الأول نعمله ساعتين ونص ولا حاجة وهنبتدي ندخل ناس تانية معانا منكو أو من ناس صحابنا احنا نعرفهم. والمواضيع هتبقى جاية منكو في الأساس برضه مش احنا اللي هنختارها زي دلوقتي. المواضيع هتبقى اللي انتوا عايزين تتكلموا فيها دي اللي هنكتبها عشان نوصل لكم أحسن حاجة يعني. هنعمل search فيها كمان أكتر، مم. تمام، عشان خاطر نشوف إحنا رأينا في الموضوع ده إيه برضك، ورأيكم أنتم ممكن تبقى شبه رأينا، فده اللي إحنا بنحاول نوصّله عن طريق الفيديوهات أو الكلام دوّة يعني عامةً، بالظبط. تمام. خلّينا نخش بقى في الحلقة اه خلينا نخش ونشوف في كده. التوبيك بتاعنا. طيب الtopic بتاعنا النهارده هيكون عن الشخصيات اللي بنقابلها في حياتنا، تمام. آمم، أنا بس في سؤال كده حابب أسأله في الأول لمايز. أنت في شخصية في حياتك علّمت كاستفزاز حصلت ليك، موقف منها وِحِش مثلًا؟ في الأغلب يا بتبقى حد ارتبطت بيه آه. يا بتبقى حد اشتغل معاه. طب أنت أنهي أكتر مثلًا؟ بيبقوا اللي اشتغلوا معاه. أنا بالنسبة لي لأ، اللي ارتبطت بيه. يعني اه. ممكن تكون الشخص دوّة هو اللي بيبقى إيه، مستفز أوي، بالذات لمّا أنا مثلًا أتكلّم معاها في حاجة تقول لي لأ. أنا طب ما افتكرت. أنا باقول لِك. ما أنا باقول لِك على حاجة. فيعني هي ديّة بتبقى صح وهي ديّة بتبقى غلط، أنا تمام ماشي، أو افتكرت. بنتناقش على أنا الأقل. افتكرت. فلأ يعني مش كده يعني، تمام، ومش تحكُّم صدقوني والله، هو مش كده، هو مناقشة، لا المهم. هقول لك أنا إيه أكتر حاجة بتسعدني بما إنك جبت سيرة الارتباط يعني اللي إمم. هو أنت بتنفصل وأنت مش عارف ليه. ده حقيقي، اه فعلًا، عارف. فعلًا. على فكرة لأ، لا، لأ، برضك عشان ما نبقاش إحنا جايين على البنات أوي، أو إحنا ما نبقاش مع الولاد أوي أو جايين على الولاد أوي، احنا المفروض نبقى هو مع الولاد في قوي جزء ما ده مننا احنا لأ، ما يعني. لا، 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 مش الفكرة اللي أنا قصدي كده، إن إحنا الفكرة كلّها إن إحنا في مننا بيبقى غلط وفي مننا بيبقى صح، هو ده تمام. ده الطبيعي في الحالات كلها. ماشي. فإحنا يا اسطى بنتكلّم في نقطة إن أنا دلوقتي إحنا الtopic بتاعنا، إحنا بنتكلّم عن الكاركترات دلوقتي، فإحنا الكاركترات اللي بنقابلها في حياتنا هي اللي بتخلّينا غصبٍ عننا إن إحنا نتكلّم معاهم كده، ده حقيقي. فاهمني؟ فيعني ليه تعملوا فينا كده؟ اه والله. اه والله لا طيب، بجد.
حاجة ليه؟ في كاركتر كده في حياتنا تمام، وده أظن إن هو عندنا كلنا تمام، اللي بيبقى فاهم في كل حاجة دوّة، إمم. فاهمني؟ اللي بيبقى فاهم في كل حاجة وعامل نَفْسه فاهم في كل حاجة، يمكن إحنا بالنسبة للناس دلوقتي إحنا أكننا فاهمين في كل حاجة، فاهمني؟ ده يعني حقيقي. علشان خاطر إحنا اتكلّمنا في الحلقة اللي فاتت واتكلّمنا في الحلقة دي، فإحنا ممكن بالنسبة لنا نبقى فاهمين في كل حاجة، لأ إحنا مش فاهمين في كل حاجة، في فرق ما بين إن أنت تبقى بتحاول إن أنت تفهم تمام، وبتساعد على دوّة، وفي فرق ما بين إن أنت عمّال بتفتي في كل حاجة، ده حقيقي. يعني أنت عندك الناس دي دايمًا هتلاقيهم واحد اللي بيبقى فاهم في كل حاجة ده بيبقى في إمم، منه نوعين، بيبقى في نوع هنتكلم عليه بعدين اللي هو واخد شكل الكاريزما شوية، آه، ده هنتكلم عليه بعدين، والنوع آه، التاني اللي هو بيحب يكسب القعدة بشكل معين، فاهم؟ فهتلاقيه قاعد إمم، دايما بيرغي مش عارف ايه، ولو رزعت له موضوع في النص هو انت متأكد مليون في المية ان هو ما يعرفش حاجة عنه، هيقول لك برضه انا فاهم، أيوه، وهيقعد يفتي فيه والكلام ده كله. في إمم، الحتة دي بقى تعرف ان هو ودايما بيكسب في كل الخناقات، دايما ما تفهمش ليه. اه أيوه، يعني انا عندي واحد صاحبي قبل كده كنا بنبقى قاعدين مع بعض، دايما بيحكي خناقات، هو بتاع خناقات وانا شفته بيتخانق قبل إمم، كده فعادي، هو بتاع خناقات. بس مش معنى ان انت بتاع خناقات ان انت تقعد معايا تقعد آه، تحكي في خناقات وقصص والكلام ده كله كتير، ومش اكيد إمم، انت مش بتكسب في كله. يعني اكيد انت مش اكيد اتضربت، واي راجل يقول ان هو ما اتضربش قبل كده، لا كلنا اتضربنا في خناقات، كلنا اتضربنا، فاهم؟ أيوه، أيوه ده حقيقي فعلًا، اه يعني كلنا اتضربنا وفي مناطق مش ده مش عيب ولا بتاعتنا ومش حرام، بتاعتنا مش عارف ايه. انا ما بقتش اتخانق لما سافرت وبعدت عن مصر، لكن في مصر لا، اتضربت في مناطق مش مناطقي وضربت ناس في منطقتي فعادي. فكده وكده مفيش حد إمم، بيكسب على طول، بالذات في الخناقات يعني. أيوه، بالذات في مصر فعلًا، فالبني ادم ده بجد والله انا بجد بتخنق منه فشخ، لانه دايما بيرغي يا ابني، احنا قاعدين مع الناس كلها، احنا مش قاعدين معاك انت بس. فالموضوع بيبقى رخم، إمم. الموضوع بجد بيبقى مستفز لدرجة ايه، انا مش عايز اقعد معاك تاني، ما تجيش تقعد معانا تاني. طب تفتكر إن الشخص دوّة هو اللي بييجي يقوم قايل لك مثلًا في النُص كده هو الموضوع عن إيه؟ هو نفس الشخص اه اللي ده بييجي ده مثلًا عنده فضول ده الفضولي ده، دي أيوه، حاجة لأ، تانية ده لأ، لأ، بس هو برضك في منّه جزء تمام، الفضولي دوّة برضك أوقات بيبقى برضك في منّه جزء اللي هو الفاهم برضك في كل حاجة، في فاهمني؟ يعني هو حتة كده. كاركترين هو بص هقول لك فاهمني؟ على حاجة، هو شبهه في حتة واحدة، إمم، شبهه في حتة ايه، هو بيبقى قاعد لوحده دايما وشايف ناس آه، عمالة بتتكلم في موضوع، بس هو بقى قاعد زهقان في حاجة في واكلاه، ماشي. أتكلّم في إيه؟ فهو عايز ينط في البتاع، فيا إمم، اما يتكلم بصوت عالي قوي يقول لك صحيح ده مش عارف ايه، او يوم يا داخل كده يا جدعان انتوا بتقولوا ايه، ويحط ايده على كتفك كأنه صاحبك من سنين وهو انت ما تعرفوش اصلا. والله. فالناس دي أيوه بجد صح، بتبقى غريبة فشخ. وده نفس الشخص اللي انت تبقى فاتح كيس شيبسي ويجي يقول لك وريني كده الشيبسي ده بيقول ايه. يا لهوي! لا، مش دول، مش دول، طب ما آه تشتري. انا الحركة دي بتضايقني، انا الحركة دي بتضايقني لأ، فشخ. أنا أعرف واحد صاحبي تمام، عمل نفس الحركة ديّة، يعني أنا فاكر إن إحنا كنا بنجيب زمان تمام، طعمية وبتنجان وكده في المدرسة، امم فكنا بنعمل نفس الحركة ديّة تمام، إن إحنا نسأل الشخص دوّة تمام، هياكل والّا لأ، تمام، فالشخص دوّة يقول لك إيه، لأ أنا مش هاكل تمام، فاهمني؟ فالشخص دوّة يقوم قايل لك إيه، تمام، لأ أنا مش هاكل، وأول ما نجيب الحاجة تمام، يقوم جاي وآكل معانا في الساندوتش المشكلة فلأ ان انا يعني عارف ان الشخص ده هيشوف الحلقة. بالضبط وهيتبسط أوي. ف ماشي. لا لا، هو ده فلأ برضو يعني ده تحس ان هو ده باراشوت شوية، ده ده ناس. جزء باراشوت، ده كان جزء باراشوت آه. لا، هو والله. الحمد لله احترم نفسه دلوقتي يعني، طيب، فاهمني؟ طب خليني آه. اسألك كده يا بيشو، يعني خلينا نبعد عن إمم. الكاركتر شوية، تعالى اسألك انت دلوقتي مثلا يعني
انا عارف ان انا لو قررت ان انا اصنفك من ضمن الكاركترات دي، ممكن اصنفك امم في حاجه انت مش شايف نفسك فيها. انت بقى شايف نفسك انهي كاركتر من الكاركترات اللي بنتكلم عليها دي؟ لا، انت بالنسبه لك انت اراهنك ان انت هتشوفني دراما كوين. اراهنك. اه ده كده كده. اراهنك. اراهنك. فاهمني؟ ده كده كده. فلا. حس بيا ومش عارف ايه لا 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 آه لا يا اسطى، انا هقول لك على حاجه. هو ممكن عشان انا البرج بتاعي الحوت، والله بحبك موت واحب برج الحوت. فهو البرج دوت قذر. فاهمني؟ هو الحوت. فاهمني؟ فالبرج دوت ده بجد، برج الحوت دوت رخم. رخم. عايز اقول لك في ان البنات هو ارخم. حساس واحساس في ونيله. البنات تمام. ارخم بكتير. و... وانا من النوع اللي بقيت دلوقتي اي كلمه ممكن تاثر فيا، بس الحمد لله بقيت بتتجاهل اي كلام مش من ناس انا مش فارقين معايا. فاهمني؟ اه فالحمد لله انا بقيت بعدي ما انا النقطه دي، دلوقتي كنت زمان يا جماعه ممكن بس عايز اعملها. اقول لكم بشوي لما بيخش في السكه دي انا بقول له يلا فالورانت يعني فهي بتبقى كده هي اللي يلا نلعب اه عشان انا انسيك اللي انت فيه. اه يعني هو يلا بيبقى نعمل اي جاي حاجه تانية. مخنوق ومتضايق واليوم مقفول في ايه يا ابني، مفيش انا بس صاحي مش عارف ايه، فهي انا بعرف ان هي هرمونات يلا فالورانت لا يا اسطى، مش الظروف والله، مش انا اللي بتجيب. مش انا يا اسطى. يا اسطى. هي هي المحادثه يا اسطى. بتمشي كده بالظبط يعني ايوه ايوه ايوه. لا يا اسطى، مش للدرجه دي يا اسطى. طب تمام ماشي. طيب خليني اسالك كده، انت مثلا ممكن تكون من انهي برضك كاركتر انت كمان؟ يعني ممكن تتصنف ايه؟ شايف نفسك ايه المشكله مثلا في يعني انا لو رديت عليك الرد ده انا هقول لك الناس بتشوفني مع ان انا لا، مش انا شايف عايزك نفسي انت كده. شايف ايه قبل الناس. انا شايف نفسي انت شايف هادي جدا. انا شايف نفسي اه هادي جدا. في ناس ما كتيرة. تقولش الكاريزما. لا انا ما تقولش شايف نفسي الكاريزما. هادي عموما، هادي عموما يعني اه انا مش حكايه كاريزما. بس انا ما بحبش الكلام الكتير انت عارف، يعني انا ما بحبش الكلام الكتير، بس امم عادي لو قاعدين بنهزر بنهزر وعايزين نخرج بنخرج عادي ما عنديش مشكله. الكاريزما ده بيبقى واخد ستايل كده ملوش لازمه. بس ده هنتكلم انا فيه شايف اه. نفسي هادي. في ناس بقى بتشوفني غامض او كاريزما كده، بس انا مش شايف نفسي كده خالص. لان انا لا عمري انا هقول عمري لك. ما انا حاولت احط نفسي في الكاتيجوري دي يعني. لا، انا بالنسبه لي ان انت مش هادي. انت الفكره كلها ان انت لما بتاخد على القعده، تمام، او على الناس، بتبقى معاهم حاجه تانية غير هادي ديت خالص. اه فاهمني؟ فده بالنسبه لي انا شايفك، انا مش عارف اصنفك ايه بالظبط. فاهمني؟ بس انت مش هادي. انت المشكله اللي يعرفك بجد واللي بيتعامل معاك بجد، انت مش هادي يا ميز. انا تمام. انا احنا يا لما ابني بنقعد انا يا ابني احنا لما بنقعد احنا لما بنقعد مع بعض مش بتبقى هادي خالص. انا يا ابني مش هينفع. ده انا ده مش انا هتنفع أنا- يا اسطى. ده مش انا ده هادي انا يا اسطى. نسمة ما تحسش بيا. انت مش هادي يا اسطى. تمام. لا، ويعني أنا ممكن جزء فيك ممكن تبقى بتحاول ان انت تكون كاريزما، بس كاريزما اللي هي الكاريزما، مش الكاريزما اللي هي الوحشه. فاهمني؟ الكاريزما امم اللي هو الشخص فعلا ان هو واثق من نفسه، بيحاول يخطط برضك للدنيا بتاعته. تمام. ده انا شايفك كده حلو جدا. تمام. وشايفك اكتر اداري، يعني شغل اداره انت هايل فيها، بيرفكت فيها الصراحه. طب والله تمام. والله شكرا ده مش عشان بس صاحبي، انا بتكلم عادي عشان هو فعلا ده كده بجد. يعني انتوا مش عارفين ايه اللي ورا الكواليس ديت. والله في الكواليس حاجات. تمام. بتبقى مصايب ما بيننا يعني. من ف كتر ما الواحد مخجول قسما بالله بشيء الغسيل لسه على السرير هات يا اسطى الغسيل وطبقه معانا واحنا. قسما بالله يا بشوي، انا من كتر ما انا مش لاقي وقت اخش الحمام الغسيل لسه هنا عايز اطبقه وعندي شغل بكره الصبح. عارف يا اسطى. الخنقه مثلا. طب تعالوا يا جماعه، تعالوا معايا واحنا بنطبق الغسيل. يعني نفتح ستريم على تيك توك بعد كده ونقول كبس كبس هتشوفوني وانا بطبق الغسيل. كبس كبس بالظبط. هنفضل بقى نقول بقى حاجات. هننزل طيب. للمستوى ده يا بيشو هننزل لا 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 للمستوى لا ده. لا، انسى. انسى انسى. طيب في كاركتر من الكاركترات ديت يا ميز، ممكن بتقعد معاها مش يعني بتضحكك من اي حاجه، من اي حاجه تعملها حرفيا، من اقل حاجه بتضحكني. بتضحك. اه، تضحك منها.
هقول لك عندك مثلا، بص في المدرسة اللي انا كنت فيها إمم، زمان، آه إمم، تقريبا كان عندنا جميع طبقات الشعب. تمام، تمام. إمم، انا بالنسبة لي انا من طبقة متوسطة جدا يعني. تمام، لا فوق قوي ولا تحت قوي، بس كان المدرسة كان فيها جميع الطبقات. فاهم؟ إمم، لدرجة ان بجد انا ما كنتش بحب اروح مع الناس اللي شايفين نفسهم، بمعنى اصح، بدون ذكر اسماء. تمام. هم عندي على الانستجرام. عشان لو كان بيبُص هم عندي على عشان لو الانست كان بيبُص على الحلقة. يعني هم عندي على الانستا، انتوا عارفين نفسكم من زمان، انا ما بحبكوش لحد دلوقتي. أنتم تمام. عارفين نَفْسكم. اه تمام. بس لأ عندنا أنا ناس بس عندنا ناس إمم، بالذات يعني كانوا اقرب ناس ساكنين جنبي كمان. إمم، تمام. احنا كنا في تمام، فيصل، فكلنا كنا قريبين من بعض. إمم، انا الناس اللي كانت في نفس الطبقة الاجتماعية بتاعتي، او الناس اللي في الطبقة الاجتماعية اقل، ده بالنسبة لي انا اصلا ما بشوفوش. يعني انا بالنسبة لي العنصرية والطبقات والكلام ده انا ما فهمتهاش الا لما سافرت برا مصر، عمري ما شفتها في مصر. آه، إمم، تمام. فانا ما كنتش بحب اقعد مع الناس اصلا اللي من طبقة مرتاحة يعني، خلينا نقولها تمام، فاهم؟ فالناس اللي من الكاتيجوري دي في الدنيا، دول اللي انا إمم، بحب اروح اقعد معاهم، نضحك نهزر مش عارف ايه، من الاخر ما بحسش ان هي لما كدابة. فاهم قصدي؟ آه فاهمك. اه، وانا دي اكتر حاجة ما بحبهاش. هتلاقيني قاعد معاك وبجاريك والكلام ده كله، بس هبص انا هقوم عن نفسي اقوم وامشي. عارف انت، إمم، ما بحبش انا اللي بيلبس جلابية مش بتاعته دي، يعني ما بحبش انا، طَب بتخنق بصراحة. ماشي، دول اللي أنت بتتخنق منّهم أو اه. بتزعل منّهم. طيب مثلًا يعني في مثلًا شخص أول ما تقعد معاه هو ما بيعملش أي حاجة حرفيًا بتضحك منّه، كان من في واحد مجرّد إن هو ما صاحبي بيعملش حاجة، كان في واحد صاحبي والله العظيم، والله وحشني جدا 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 جدا. بنوصّل اه. له رسالة اه. حُب. وهو معايا يعني هو كان معايا في المدرسة، وعند بعض إمم، على السناب شات وعلى الانستجرام وكده، وبنقعد نبعت حاجات كده بس ما بنتكلمش. آخر مرة إمم، اتكلمنا من فترة يعني، كان اسمه عبد الرحمن نبيل. أو مش تمام. كان اسمه، هو لسه اسمه عبد الرحمن نبيل. هو لسه اسمه كده. عبد الرحمن نبيل بندق، وحشني والله. عارف نَفْسك. والله، ناس كتير من المدرسة وحشاني. إمم، بس فعلا ده وشه لوحده بيضحك. آه، يعني تركيبة وشه لوحدها بشوفها بضحك. انا حد من الناس اللي يخش قلبك على طول كده. أيوه، أيوه. مع انه بتاع مشاكل بس لا، هو واد جدع بصراحة، واد جدع جدا جدا. إمم، دخلنا خناقات مع بعض زمان وبصراحة حد. خلاص جرّست الواد. لا يا عم، جرسناها ايه. آه، خلاص يابا. عبد الرحمن نبيل، اهل المطبعة كرام. ماشي، أنت كده قُل عنوانه بقى، قُل عنوانه يا اه، ميس. اهل المطبعة الكرام، انا في الطوابق بعدين محطتين. يعني طيب لأ، أنا في الحوار دوّة يعني أنا في واحد صاحبي تمام، أحمد محمود فرج أنت عارف نَفْسك تمام، الشخص دوّة حرفيًا هو ده الكاركتر المستفز اللي في حياتي. اه، ده انا لسه مكلمه من شوية قبل ما نبدأ. أيوه بالضبط، بالضبط، أنت شُفت هو عامل إزاي، أي كلمة لازم بقلشة فاهمني؟ بس كاركتر لأ، هو المشكلة إن هو بيقلش وبيضحك تمام، وبيضحّكك غصبٍ عنّك اه، فاهمني؟ عارف انت اللي هو رخامة، اللي هو انت لازم تضحك، أنت لازم والله لا تضحك، تضحك. أنت لازم تضحك، أنت هتضحك فاهمني؟ فلأ هو كاركتر حلوة، بس مستفزة، مش هينفع أقول لك الكلمة التانية عشان هي ما ينفعش تمام؟ ده عدّى بقى إسلام، يعني هو عدّى الشخصية ديّة بكتير. او اسلام فاهم؟ ده انيل من احمد ده بكتير، لا، بمراحل. لا، 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 لأ، أحمد أنيل، أحمد أنيل،
الاتنين انيل من بعض. بس احمد لا انا هم كلمته عارفين. لذيذ، بس اسلام ما يعلم بيه الا ربنا. لا 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 لا، اقعد كده مع احمد ومع اسلام، الاتنين يبقوا قاعدين معاك، طب انت ما هتطلع بلك حرفيا. الاتنين يعني ما بلك الاتنين الاتنين وخلاص. مع بعض، الاتنين مع بعض عاملين كوكتيل. تمام. ماشي، انت ما تعرفش تخرج منه حرفيا. طب ليه كده؟ تمام. انت بتعمل وهو في ده نفسك ليه وده كده؟ بجد، وده بجد الكاركتر المستفز. الاتنين الكاركتر المستفز يليق عليهم قوي الكاركتر ده. فاهمني؟ فلا لا 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 لا، انا يعني، وعلى فكرة احمد انا بقالي كده كام سنة اعرفه، داخلين في 15 سنة او حاجة، من ايام ثانوي. بجد والله. فاهمني؟ اه والله. مم. تمام. سنين لا كتير. استنى، 15 سنة، لا مش 15 سنة. ده انا ضاعفتها احيه، ده انا ضاعفتها. لا ده انا ضاعفتها، هي كام؟ داخلين في كام؟ يا لهوي، ايام ثانوي، 3 ثانوي، وبعد كده 4، تمام، جامعة، وبعد كده 3 جنب بعدهم. فلا دخلنا في 13 سنة، 12 سنة، 13 سنة في الحدود ديت. ايه ده فاهمني؟ انت قعدت معاه اكتر ما انا وبنكمل. قعدت مع الاكس. لا ده معرفة، معرفة من زمان. ده غير بقى واحد تاني برضك معرفة برضك 15 سنة و... وقبل كده كمان، عمر كله. ده بقى ده رامي دوت، ده اللي وحشني بقى بجد يعني. انا بجد هخليك تشوف الحلقة بجد، انا فعلا انت وحشني جدا بجد. ده بعيد عن اي حاجة، انا مقصر معاك بس فعلا انت وحشني. همنتج انا كل اه اه انا هعمل معاك، انا بقى معاكم باب المونتاج. كل ده بعد يتشال، الفاصل، كل ده بعد يتشال. الفاصل. آم، طيب خلينا نروح لكاركتر تاني كده. نرجع الكاريزما. الكاريزما. اه انت قابلت الكاريزما حد دوت بقى. كاريزما قبل كده؟ كاريزما قابلت حد وحشة، كاريزما. كاريزما انت تتخنق منها. الكاريزما الوحشة، ممكن مش فاكر مواقف، بس في شخص كده. هو منه فاهم على كل حاجة، فاهم في كل حاجة، ومنه غامض، هو مش عايز يقول أي حاجة. يعني هو بيقعد ساكت كتير، ومرة واحدة يطلع لك كده بخازوق كده ولا حاجة. امم فاهمني؟ يطلع لك كده بخازوق في النص. انا عايز اتكلم. فاهمني؟ امم وانت في شخص برضك احنا عارفينه برضك بيحصل معانا دلوقتي في الفترة ديت بالذات، انا وانت عارفينه. تمام. بيقعد معانا في الديسكورد. اه تمام صح، بعد امم ما احنا بنخلص القلشه، بعد ما احنا بنخلص كل حاجه، هو بيطلع كده عارف، بحس ان هو ايه، لو ما اتكلمش احنا هناخده غياب. فاهمني؟ هو على نفس الحوار. على ذكر ديسكورد يا جماعة، هنحط اللينك بتاع الديسكورد بتاع قهوة بلدي هنا في الديسكريبشن. لو عندك ديسكورد ممكن تخش، او ممكن تدوس على اللينك وتعمل اكونت وتخش معانا، بنقعد جوه، وفي ناس كتير قوي في السيرفر ممكن تخش تقعد معاهم، تكون صحاب، قعدة حلوة. لو عندك اي اقتراحات عن الحلقات او عن البرنامج ممكن تكتبه فيه، واحنا بنشوف كل حاجة وبنرد على اي حاجة. كمل يا بيشو. بس فاحنا حرفيا، لا الشخص دوت برضك، غير الشخص دوت التاني، في كاركتر كده قابلتها، حصلت معايا موقف كده بسيط في حوار الكاريزما دوت. ان هو شخصية مش مفهومة، مش عايز يبين اي حاجة، بس باخد كل الجو. انا لو انا اختفيت من حياتكم انتوا هتقفوا. طب انا اقول لك على حاجة، حرفيا. هقول لك على حاجة. انا في حد مم. كان واخد الشخصية دي فترة، مم. فانا والله رحت. هو انا وهو صحاب ولحد دلوقتي صحاب يعني، مم. وصحاب قريبين. فانا كنت قاعد معاه مره وقلت له: هو انت لما بتبقى قاعد واخد شكل الكاريزما ده يعني، ما بتبقاش عايز تقوم تلعب او تقوم تهزر او تقوم ترقص او تقوم تعمل، يعني ما بيجيلكش الاحساس ان انت عايز؟ قال لي: بصراحه ببقى عايز بس مكسوف. يعني هو انت عشان ده مكسوف؟ الكاريزما. اه والله. هو قلت عشان انت مكسوف تبقى باين ان انت شخص رخم. ده ايه ده؟ لا يا عم، لا طب مش كده. فبقيت بقى من بعديها مم. مكسوف وعامل لي فيها كاريزما. تعال مم. خش العب معانا، خش ارقص معانا، خش. فواحدة على اه واحدة لقيته بقى قشطة.
فاهم؟ طب ففي ناس كتير هل منهم بتبقى كده، بتبقى اللي هو بس انا مكسوف ومش عارف اقول ومش عارف اعمل حاجة، فواخد إمم، شخصية كده اللي هو انا شخصية كاريزما، فاهم؟ كاريزما اللي هو قفل، اللي هو اه حرفيًا قفل. اه، يعني انت عشان آه. مش عارف تلعب فبقيت كده. طب ليه؟ الحقيقة في بس خلّي اللذيذ بالك منه. برضك إن في كاركترات برضك تانية، دي بقى اللي إحنا بقى عايزين نتكلّم فيها شوية برضك الأجزاء الحلوة، يعني الكاركترات الحلوة شوية، امم تمام، في كاركترات حلوة، تمام، اللي بيبقى حاسب بالورقة والقلم حياته ماشية إزاي، وبيحاول يضبّط لك برضك حياتك، ده البخيل ده. فاهمني؟ لا، 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 غير البخيل بالورقة والقلم، لا، 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 مش كده. امال ايه؟ لأ، في كاركتر كده بس أنا مش عارف أصنّفها إيه الصراحة، فاهمني؟ كاركتر ممكن تكون فعلًا هي بتفهم، وبتحاول إن هي بتساعدك، بس من بعيد، مجرد إن هو شخص من بعيد بيحاول يساعدك بس من بعيد كده، فاهمني؟ بس ده أنا مش عارف أصنّفها إيه، بص هقول لك على حاجة. انا بصراحة انا شايف ان دي حاجة طبيعية جدا، بالذات في الزمن تمام؟ اللي احنا فيه ده، يعني لسبب واحد. ده بقت قليلة يا مايس برضك. بقت قليل ان انت تقدم نصيحة. إمم. بس هقول لك ليه. في ناس كتير قوي كويسة في الدنيا دي، في ناس كتير قوي بتحب تساعد عموما. إمم، بقوا قليلين اقل عن زمان، بس لا موجودين، مفيهاش مشكلة. بس إمم. بجد بجد بجد، بقى في ناس كتير قوي لو انت رحت قلت لهم نصيحة عن اي حاجة في الدنيا دي، اقل حاجة يقولها لك انت مالك. ده دلوقتي بالذات فعلًا. اه تمام. دي حاجة مش كويسة. فانا مثلا انا هو واحد، انا لو شايف ان حد بيعمل حاجة غلط وعايز اروح انصحه، ماشي. انا عارف ان ليه ههزق نفسي، انا عارف ان هيقول لي انت مالك، طب انا ليه ههزق نفسي؟ أنت مالك، اه، فلو حد قريب مني شوية هقول له ما تعملش كده عشان كده غلط. ما تعملش كده. اه، وهكمل آه. الموضوع اكني ما قلتش اي حاجة، هرميها في دماغه وهو يفكر فيها براحته، انا مالي. تمام. إمم. او مش هنصحك خالص، ويا عم انت البس مع نفسك، انا مالي. اصل في الاول وفي الاخر برضو دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه ده، انا شايف ان كل الناس عارفة ايه الصح وايه الغلط، فاهم؟ فكله بقى فاهم اللي هو ايه، انا جبت الزتونة بتاعت الدنيا دي، وكله إمم. حمير، كله كبير وصغير، كله حمير، كله بيتعلم كل يوم، وكله فاكر نفسه عارف كل حاجة، ومحدش يعرف مشكلة حاجة في الدنيا دي. المشكلة إن في الزمن ده بالذات تمام، العيال الصغيّرة بقت أكتر ما بتاخدش نصايح، العيال الصغيّرة اللي بجد فعلًا هي اللي ما بقتش تفهّمني، لا حرفيًا الجيل ده، الجيل دوّة لأ الجيل دوّة أنا بقيت باستغرب العيال احنا كانوا بيقولوا علينا جيل منيل، احنا كانوا بيقولوا علينا احنا جيل جيل منيل. الألفينات ده دول حقيقي، طلعوا جيل الألفينات تحس ان ابليس جاب عشيرته وطلع من تحت الارض، ما تعرفش في ايه. ما لأ أنت من أول 2007، 2008 فيما فوق بقى خلاص بتكمّل كده بقى بعد كده اه ما كل الجيل دوّة ده باظ، ده اه، حرفيًا وعلى فكرة باظ اقول لك على بسبب حاجة. السوشيال ميديا. الجيل ده، يعني الجيل اللي لسه طالع ده، إمم، الفاشخ الواقع ده، إمم. مربي خوف ورعب لجيلنا احنا في في خلفة وتربية الأطفال في الدنيا دلوقتي دي. أنا إحنا واحد مش من عايزين الناس العيال كده. أنا واحد من الناس عارف إن أنا هربي ابني أو بنتي على كل حاجة كويسة أقدر أعملها، بس مش هتقدر تمنعه من أي حاجة. وكل الناس عارفة الكلام ده، إن أنت مش هتعرف تمنع أولادك من أي حاجة. في الأول وفي الآخر في الزمن اللي احنا فيه ده يعرفوا اللي هم عايزين يعرفوه، مش هتعرف توقفه. أنا دي حاجة من الحاجات اللي مخوفاني شخصيا، حتة إن أنا لما أخلف الحمل زايد عليك في حتة ايه، انت هتربي الطفل ده ازاي في الزمن اللي انت فيه ده؟ مهما حاولت أنت مش تمنعه هتعرف مش مش هتعرف هتعرف تمنعه. تمنعه مش هتعرف تمنعه في الجزء دوّة، اه بالظبط. مش هتعرف تمنعه. واحنا ناس اهو، يعني يا عالم انا ان شاء الله لما ربنا يرزقني بطفل التكنولوجيا تبقى عاملة ازاي، واحنا ناس اهو شغالين في التكنولوجيا وعارفين هي اوريدي واصلة لفين، واصلة لفين عارفين ان بدوسة زرار توصل لأي حاجة في الدنيا. فيا عالم عيالنا هيبقوا عاملين ازاي اصلا، ده رعب في حد ذاته. خلّينا خلّينا نبقى نتكلّم على الموضوع ده اه خلينا بعدين نرجع عشان ده لموضوعنا هياخد عشان احنا موضوع تاني خالص. هيتقبض علينا اخر. أنت برّه، أنا جوّه. أنت برّه، هنلبس أنا. أنا اللي هالبس. طيب خلّيني أسألك كده سؤال أو ده السؤال برضك للناس برضك وليك تمام،
إمتى الشخصية الحقيقية بتظهر في يعني بتظهر إمتى؟ الشخصية الحقيقية بتاعة الناس ديّة بتظهر إمتى؟ هاقول لك، إمم، وجهة نظري أنا الشخصية، إمم، يعني أنا إذا كان الموضوع بالنسبة لي ارتباط أو صحوبية أو إمم، صحاب شباب أو بنات، أي علاقة عمومًا، أنا الموضوع بيبقى بالنسبة لي عشان توصل معايا لدرجة إن أنت بقيت صاحبي، أو عشان توصل لمرحلة إن إحنا بقينا أنت زي أخويا، أو إمم، عشان نوصل لمرحلة إن إحنا الاتنين مرتبطين، أو عشان نوصل لمرحلة إن إحنا الاتنين هنتجوز، أو أيًا كان إيه العلاقة ما بيننا، حاجة واحدة هي اللي بتثبتها لي أنا شخصيًا، إمم، المواقف عمومًا، المواقف مواقف، وردود الأفعال على أي حاجة ممكن تحصل، دي أكتر حاجة بتزود level حبي ليك وحب وتعلقي بيك كشخص في حياتي، ثقة، وثقة والثقة ما بالظبط. بيننا وبين فاهم؟ بالضبط، إمم، لكن غير كده انت مجرد معرفة، ده حقيقي، مادام أنت مفيش شخص في حياتي وخلاص، شخص كده، مادام مفيش حاجة تثبت وجودك او تثبت ثقتي ليك او تثبت حبي ليك، فانت بالنسبة لي إمم. معرفة كويسة، حد بحترمه، حد بيحترمني، خلاص. طب هاسألك سؤال يعني حرفيًا ده اللي ممكن تخلّيك إن أنت تتخنق من الشخص دوّة والّا لأ؟ لو أنت شخص قدّامك فلنفرض مثلًا إن أحمد دوّة ده واحد صاحبي أهوّة، تمام؟ مم. بس شخصيته الحقيقية فعلًا بتظهر كمواقف فعلًا يعني أنا هاتكلم أنا عن نفسي، أحمد ده دلوقتي هو شخصية مستفزة جدًا، تمام؟ مم. وهو عارف كده نفسه، أنت مستفز يا أحمد، أنا باقولها لك أهو في وشك، أنت مستفز يا أحمد، المهم تمام، الشخصية ديّة تمام، مستفزة جدًا وتطلّع عينك حرفيًا، بس في نفس الوقت مواقفه جدع جدًا، بيساعد جدًا، تمام، بيsupport جدًا. فأنت في ناس برضك عندك ممكن تبقى نفس كده، أنت هتقدر تستحملهم، هتقول عليهم لأ أنا تمام معايا، هيفضلوا مكمّلين وثقتي بيهم هتزيد أكتر، والّا هتتخنق منهم عشان هم مثلًا فيهم الcharacter المستفزة أو فيهم character أنت ما بتحبهاش، فاهمني؟ اقول لك، انا كل إمم. المستفزين في حياتي دلوقتي بيبعتوا لي ريلز بس. ليه؟ لاني ما بخرجش معاهم. على اه. ذكر الreels فهم بيستفزوني هنا، بيستفزوني على آه، التليفون، فانا بشوفها وبتضايق إمم، وبخش اشتمهم على الانست، بخش اشتمه. تمام. بس بنخرج مع بعض كل فين وفين، لاني ما بستحملش ده. ممكن آه، استحمله على التليفون، لكن هستحمله كل يوم نخرج؟ لا. كتير، لأ، هتبقى كتير صعبة، كتير قوي. فاهم؟ إمم، فانت لو مستفز في حياتي وانا بحبك، هتبقى اخرك في الريلز. طب ما مثلًا هو لأ، ما يعني مثلًا أنت كل يوم بتشوفه، كل يوم بتقعد معاه، أنت مش هتقدر تستحمله؟ لا عادي، في حاجة، في مثل بيقول لك خد صاحبك على عيبه، فما دام عيبك ما بالضبط، بيأذينيش، عادي. انا مش شايفها ان هي حاجة بتخنق، بس ما دام صاحبك عادي، إمم، بيبقى الموضوع رايح جاي، بيوصل للضرب ساعات، فعادي. ده حقيقي فعلًا، اه. بس خد صاحبك على عيبه، ما دام عيبك ما بيأذينيش، عادي. يعني انا عندي صحاب فيهم عيوب ما يعلم بيها الا ربنا، بس صحاب، يعني هنعمل ايه يعني؟ الصحاب هنعمل اه. إيه صح، في هنعمل واحد إيه؟ منهم قاعد اهو. طيب، طيب هاقول لك على حاجة بمناسبة القاعد تمام، إيه رأيك مع الكاركتر الكسلان؟ عارف مين احسن واحد يرد على السؤال ده؟ إيه؟ ابانوب. ابانوب، انت بتشوف الحلقة وانت عارف انا قصدي على آه. مين. انت عارف انا قصدي على مين. لا، احنا لا، لأ، الحلقة دي الكاركتر عمالين بتاع نتكلم صحابنا في الكاميرا. ماشي. إحنا لا، 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 لا. يعني كاركتر الكسلان دوّة تمام، أنا هاتكلم أنا عن نفسي شوية تمام، في كاركتر الكسلان دوّة شوية يعني، ممكن الكاركتر دوّة يكون كسلان في حاجة معيّنة أو هو مش عايز يعمل حاجة معيّنة تمام، لكن في أي حاجة تانية ممكن بيدوس عادي فيها، فاهمني؟ يعني ممكن مثلًا تلاقيه في وقت شغل لو هو أنت فعلًا محتاجه في شغل فعلًا، ممكن تلاقيه مرّة واحدة قام أسرع منّك أنت. تمام، إنما مثلًا لو أنت عايزه ينزل لك ضروري، ممكن يقول لك: "لا يا عم سلام، أنا مش قادر أنزل."
فاهمني؟ طب انا ف هقول ايه بالظبط اللي حصل بقى؟ لا اتقل انت كده بقى. تمام. قبل ما نقول اي حاجه، مع كل احترامي لبشوي وكل حاجه، بشوي صاحبي وهو عارف ان انا ما بغلطش فيه. تمام. بس انا هغلط فيه دلوقتي. تمام. انا وبشوي قعدنا قعده بنتكلم فيها عن بدايه البروجكت اللي احنا بنعمله ده، الشغل او اه الشركه اللي احنا بنعملها. تمام. فقعدنا قعده كبيره قوي طولت. بعديها بشوي خد طاقه محدش عارفها منين. انا الوحيد اللي شفتها تقريبا. تمام. بقيت اقول له يا عم تعالى نلعب، تعالى نريح، لا يلا ونشتغل. ماشي حلو، انا حابب ده بقى، هو اللي يشدني مش انا اللي اشده، فانا حبيت ده. تمام. اليوم التاني نفس الكلام، في باور مش عارف ايه، طب تعالى نريح شوية، نلعب بال ولا نلعب اي حاجة. تمام، لا تعالى يلا. فبقينا خلاص، فانا ابتديت اركز. اول لما انا ابتديت اكاتشون معاه واشتغل، فجأة لقيته بيقول لي ميز انا تعبان عايز انام. رجع تاني. رجع تاني. لا استنى اليوم اللي بعده قال يا بشوي عندنا شغل النهارده. ما هو كان عايز يشتغل، وقايل لي قبليها انا هشتغل ومش عارف ايه وهعمل والكلام ده كله. لقيته بيكلمني الفجر عندي الفجر عندي هنا. فانا برد عليه، في يا بيشو، ابويا دخل المستشفى. مع كل احترامي لابو بشوي، انت جاي تخش النهارده؟ جاي تخش المستشفى النهارده؟ ايوه واطي. فبس الحمد ايوه لله واطي. ربنا طمنا عليه، لا والحمد لله عدت الحمد على لله خير. يعني كانت كويس. الحمد لله عدت على خير، ربنا يديله كويس. طولة العمر الحمد يا لله. رب. يا آه رب. الحمد لله عدت على خير يعني. بس بشوي اهو رجع تاني. يعني احنا لسه مخلصين لا 3 لا جيمات لا احنا فالورانت اه اتفشخنا فيهم اه واشتغلنا اه تاني، فتمام. بس احنا بناخد باور من الالعاب او اي حاجه، نرجع نشتغل نصب الباور دوت ونرجع نكمل عادي العاب او مونتاج على طول بعد الحلقه وعلى على طول. فكرة بعد البودكاست او بعد الحلقات اللي هنعملها، مش عايز اقول بودكاست دلوقتي لانه مش هيبقى بودكاست هو طويل مش زي ما بودكاست لسه ما اه. بقاش يعني، ان شاء الله يبقى زي ما احنا عايزين يعني. بس على فكرة بعد ما بنصور بنكسب بس في الجيمنج. قبل ما بالظبط بنصور احنا بنخسر بس. دي حصلت معانا اه. بتاع 3 4 وفي مرات. برضك في كده عايز اخد برضك رايكم في حاجه كده بسيطه. انا ده اللي انا عايز اعرفه منكم، انتوا حابين انهي شكل فعلا، الشكل القديم ولا الشكل دوت ده؟ ركزوا قوي على النقطة ديت. وكمان فيما بعد احنا بنفكر لسه، تمام، حلقة في الشهر او حاجة ممكن تقلب جيمنج، تمام، للي حابب برضك يجي معانا في الحوار دوت ويجي برضك معانا يلعب اي حاجة معانا. تمام، لو حابين النقطة ديت أو نعمل إحنا حلقة برضك نبقى بنصور بيها بالفيديوهات والكلام دوت زي ما إحنا بنعمل كده بالكاميرات وكده، ونقلبها برضك جزء جيمنج مثلا أو حتة كده. فبرضك قولوا لنا رأيكم برضك في الكومنت والحوار دوت، ون إحنا برضك هنتابع معاكم الكومنت يعني في النقطة ديت. يعني احنا المفروض بننزل 4 حلقات في الشهر. آه، حلقة كل يوم جمعة أو كل يوم الخميس، لسه محددناش، بس هي في آخر أسبوعين نزلت يوم الخميس الساعة 12. في الغالب هتبقى يوم إمم، الخميس عشان تدينا احنا وقت، لأن احنا ما بين شغلنا الأساسي أنا وبشوي والشغل على البودكاست. فدي حاجة في النص لحد ما إن شاء الله تكبر وتوصل للي احنا عايزينه. آه بس فهي المفروض هتبقى الساعة 12 يوم الخميس، ده اللي احنا واصلين له لحد دلوقتي. لو اتغيرت هتبقى يوم الجمعة. اللي احنا عايزين نعمله، عايزين نعمل حلقة واحدة في خلال ال4 حلقات دول في الشهر عن الجيمنج، او كنا هنعملها حلقة تانية رياكت مثلا. فشوفوا لنا انتوا عايزين ايه، رياكت ولا جيمنج. انا كنت بفكر ان انا اعمل حلقة واحدة بالانجلش هنا. فشوفوا انتوا حابين ايه، اكتبوا لنا في الكومنتس، وعلى حسب ما انتوا حابين احنا هنبتدي نشتغل على الفكرة ونوظفها صح، على قد ما نقدر، لان احنا لسه ما عندناش خبرة كافية في الموضوع ده. احنا اخرنا نظبط الكاميرات كويس وناخد الصورة كويس بس. لكن في الحتة دي مش بتاعتنا قوي، بس احنا بنحاول لان احنا حابين.
طيب فافتكر ان احنا برضه خلصنا كم كبير قوي في لحد برضه دلوقتي. اه مم. تمام. زي ما قلت لكم احنا لسه برضه على فكرة ما خلصناش كل اللي احنا عايزين نقوله، بس احنا عايزين نعمل حلقة قصيرة لحد ما نشوف رد فعلكم عليها ايه. بعد كده هنبتدي نطول الحلقات عشان نتكلم احنا كمان براحتنا. انتوا حابين 4 حلقات بس في الشهر، ولا علشان الحلقة هتبقى نص ساعة فممكن نزود كمان في الشهر مثلا حلقات، عدد حلقات تاني، ولا نخلينا زي ما احنا 4 حلقات في الشهر؟ ده برضك ايه، ننسقها برضك ونشوف ايه اللي ممكن مناسب معانا ومناسب برضك ايه مع المشاهدين برضك في الموضوع ده. اخر كلمة بس عندي في الاخر كده، تمام، انا حابب بس اقول ان اي شخصية في حياتنا، تمام، احنا كلنا مش زي بعض عامة. أم، مهما قابلت مين في حياتك او حصل موقف معاه صدفة الكلام ده كله، احنا كلنا مش زي بعض، احنا كلنا بس أم، يعني في مننا شبه التاني وفي مننا بيقرب من التاني علشان هو شبهه في حاجة معينة. نمشي الدنيا مع بعض. الدنيا سهلة وكلنا بالظبط. مختلفين ومفيش حد فينا شبه التاني، فنمشي الدنيا لذيذة. بالظبط. الدنيا سهلة يعني. الدنيا مش محتاجة كم الاسترس اللي احنا حاطينه على نفسنا ده. ويسألوني انا بالذات لان الاسترس لما بيتحط عليا انا بقلب واحد تاني وبشوية عارف حاجة زي كده. مش مستاهلة. الحمد لله. مش مستاهلة خالص. احنا ايا كان الاختلاف اللي ما بيننا احنا بنشيل بعض في الدنيا دي. بس في وبنكمل الاخر بعض كمان، وبنكمل بعض. بنكمل بعض جدا طبعا. في الاخر بقى انا حابب اقول اخر حاجة قبل ما نقفل. لو حابين الحلقة او حابين شكلها، اكتبوا لنا زي ما قلنا لكم قبل كده. اكتبوا لنا الشكل ده ولا الشكل التاني، واعملوا اللايك والسبسكرايب لان دي اكتر حاجة بتعرفنا ان انتوا حابين اللي احنا بنقدمه. وهنكمل عليه ونضيف عليه بعد ما نقرا رأيكم فيه، والمواضيع اللي انتوا عايزينها برضو في الحلقات التانية اكتبوا لنا عليها عشان احنا ده هيساعدنا ان احنا نستمر فيه. واحنا عايزين نستمر في الموضوع ده لان احنا حابينه من زمان. بس افتكر ان احنا خلصنا كل حاجة. سلام.